مش تكييف. سيبنا الوسخ. اسكت بقى. السلام عليكم. مساء الخير. اللايف علق من شويه بس وفتحت لايف تاني غيره. مساء الخير. اتجمعوا. طلع النهارده عشان اتكلم في موضوع مهم، تمام، ولازم الكل يعرف ان البلد دي ما فيهاش قانون، تمام. لو فيها قانون ما كانش واحد زي فاهم يتوقف ايه كمان، يعني باجل كلام هو موقوف بسبب كلام من يعني ايه من شخص انه يقدر يمشي الدنيا. يعني الشخص ده في ايده يقدر يشغلك لغايه ما تخلص ورقك عادي، فاهم. بس الاستقصاد مكتوب علينا ايه بقى. هقول لك، انا عندي النهارده اوردر، تمام، في خان المعز، مكان نظيف، وطلبوني طبعا، ناس فوق دماغي ومحترمه، واكتر من 300 400 نفر جايين بسبب مسلم. فالمكان تبع قوات الجيش وكده والدار دفاع الجو والكلام ده. جالي استاذ محترم، هو يعتبر شغال في الجيش، جالي قال لي معلش مش هينفع ومش عارف ايه، وكلمني بكل احترام. الصراحه انا مش هكدب، كلمني بكل احترام وقال لي ده اوامر وهو مطلوب مني ان انا انفذها، تمام. طيب انا بعيد عن طبعا الكلام ده كله. ما في، يعني انا عايز اعرف حاجه، هو انا الوحيد اللي مستقصدني؟ طب هم اتكلموا في حته ورقي، تمام، انا اكتر من كذا مره اكلمهم واتاسف واقول لهم والله العظيم انا ما بنام عشان خاطر ورقي، تمام، وكل يوم في حته شكل عشان خاطر ورقي. طب بعد اذن حضراتكم، بعد اذنكم، طب انا لقمه عيشي والناس شغاله معايا وانا راجل بصرف على اهلي وبيت ومش عارف ايه، و يعني حضراتكم برضو ليكوا خير ومش عارف ايه، وبتكلم بكل احترام زي ما والدي رباني وزي ما امي ربتني ان انا اتكلم مع الناس باحترام، اتكلم معاهم باحترام، اقول لهم بعد اذنكم عايز بس اي تصريح، تمام، تصريح ان انا اشتغل بس، يعني اشتغل بس في العيد، اخلص لغايه ما اخلص ورقي، اديني تصريح شهر. هتخسر حاجه لما تطلع تصريح شهر بس اشتغل؟ طب من زمان قوي وناس كتيره كلمتني في النقابه ان انتوا بتطلعوا تصاريح وعادي وبتمشوا الدنيا، اشمعنى انا؟ تمام. طب يا عم معلش انا عملت ايه؟ ما انا عايز اعرف حاجه، هل انا مثلا اذنبت في حته الورق؟ طب خلاص انا وعدتكم ان شهر بالكتير ان شاء الله انا بجري حوالين ورقه وهخلصها، تمام. طب ما تطلع لي تصريح اشتغل، علشان انت ما تعلمش ظروف ايه، انت مرتاح، انت معاك، انت ربنا مديك، ربنا يكرمك، انت مش محتاج، ففي غيرك بيلف علشان خاطر لقمه عيشه، وانا مصدوم في كل حاجه. انا اول حاجه اليوتيوب يا جماعه عشان تعرفوا حاجه، بس انا اليوتيوب مش باخد منه جنيه، انا اليوتيوب برضو على الله حكايتي فيه بسبب شركتين انا ماضي فيهم. بس طبعا في شركه منهم منصفه وفي شركه لا، في شركه هتلاقي كده كلهم مع ايه مره ومره، فطبعا انا باخدش حاجه من اليوتيوب تلقائي، كل الاجر رايح للناس دي، تمام. فانا حتتي الشارع واللايف. طب انتوا وقفتوا اللايف، تمام، انت لو فتحت الترند مش هتلاقي الحمد لله غير خطر شغاله وانا ناجح. طب ما في، انا مش عايز اتكلم عشان في اسامي كتير شغاله ومحدش بيكلمها، في اسامي كتيره شغاله ومحدش بيكلمها، انا مش هينفع اقول على اسامي دي لانهم اخواتي وناس جدعان ربنا يا رب يكرمهم، بس معلش انت ما تسيبش كله وتركز على الانسان ده يا عم. انت ما تروح الساحل يا عم بص على اللي بيحصل، روح الساحل بص على اللي بيحصل، يعني روح الساحل بص على اللي بيحصل، في اكتر من ناس كتير قوي شغاله ومحدش بيتكلم وبيمشوها بالحب وبالتراضي، تمام. انا ينفع النهارده بقف قدام فرقتي راجل شبهي، تمام، شغال وراجل ليه شغل وناجح، اقف قدام فرقتي ما اخشش المكان وارجع مكسور بالخاطر مثلا؟ هل ده يرضي ربنا؟ تمام. طيب من كام يوم كلمني استاذ هاني شاكر يقول لي انت بتنتحل شخصيتي وبتكلم الناس بالنقابه بسبب حته واحد هاكر دخل كلم حد في النقابه باسمي،
وقال لي انت هعمل لك قضيه ومش عارف قانون ومش قانون. طب انا برضو ادي حته، طب انا مش فاهم يعني، هو انا المرازيه بتاعت الدنيا يعني انا المرازيه؟ ما انا عايز اعرف حاجه يعني. انتوا لو انتوا شايفين ان انتوا تعرفوا توقفوني كشارع، انا شغال نت ومش عايز حاجه، انا شغال نت ومش عايز حاجه، تمام؟ انا عادي لو قعدت في البيت اقسم بالله ما لا اكل، انا يكفى عندي ان الناس بتسمعني وانا لسه صوتي موجود وسط الناس، تمام؟ انا ما يكفيش عندي غير حاجه واحده، ان انا اسمي موجود وسط الناس بس حرام الظلم، ما ينفعش حرام الظلم ما يتسكتش عليه. ولما قلت البلد ما فيهاش قانون، طبعا ما اقصدش في اي حاجه للحكومه والكلام ده، في حته النقابه انا بتكلم بكل احترام، في حته النقابه، تمام؟ يعني انا لما واحد شبهي بيصرف على عائلته، بيطلع معاه بتاع 10 15 نفر غير اداره اعمال، واداره الاعمال ده عندها بيت وده عنده بيت وده عنده عيال وده عنده عيال. دلوقتي لما يرجعوا كلهم مكسورين بخاطرهم، تمام، ومش لاقيين اللي هم يجيبوا مثلا لقمتهم اليوميه اللي هم شغالين بيهم معايا، تمام؟ هل انت انبسطت بقطع العيش؟ هل انت مثلا انبسطت بان انت وقفت حال الناس؟ طب هو انت لو كنت طلعت تصريح شهر للبني ادم اللي قدام منك ده، اللي هو المفروض واحد بيغني والحمد لله صوته كويس، يا عم لو انا اوحش الاصوات، انا صوتي، انا راجل بغني وعندي ساعات اخش قدام 100 لجنه اغني والحمد لله هطلع اللي انا عايزه، تمام؟ طيب انا مش فاهم انتوا استفدتوا ايه مثلا ما هو العيد ده كلهم شغالين وكل الناس شغاله، في ناس ربنا يا رب يكرمهم، ربنا يا رب يوسع في رزق كل واحد ويكرمه، بس هل انا اقف ليه مثلا وانا اصلا تراكي مكسر مصر وليا شغل مكسر مصر الحمد لله وناجح فيه، تمام؟ انا عايز الناس كلها تشهد على الكلام ده علشان تعرفوا يا جدعان ان بجد في ناس كتيره مظلومه، في ناس كتيره بجد مظلومه في البلد، بجد اقسم بالله في مواهب بتموت بسبب الناس دي، اقسم بالله العظيم. انا جالي من يعني مش عايز اقول اسامي ناس كتيره كلمتني قالت لي ان موضوعك ده يقدر يخلص في ثانيه، بس هم ما اعرفش مستقصدينك ولا ايه، انا ما اعرفش، تمام؟ انا لا فاضي ان انا اكلم شخصيه حد، ولا ان انا فاضي ان انا اقعد اشوف لهم عيش وهي بتتبعتر، تمام؟ انا عندي مصاريف وعندي التزامات وعندي بيت وكل واحد يا عم عادي، انت لو وقفتني انا ليا ربنا، وربنا بيبعت رزقي، لو انا نايم في الارض ربنا هيديني اللي مكتوب لي، وانا عمري في يوم من الايام ما قلت ليه الحمد لله، بقول الحمد لله. يمكن ده كان خير ليا واتمنع، كان حلو ليا واتمنع، كان شر ليا واتمنع، مش والله العظيم ما مانع، تمام؟ بس اقسم بالله العظيم في ناس فعلا بتدفن في البلد دي بسبب الظلم، بسبب ظلم الناس اللي بتغني. خليكم مركزين في كلامي، الناس المغنيين في مواهب والله العظيم، انا لو بايدي اساعد مصر كلها اللي بتغني اساعدهم واقف جنب كل واحد فيهم. فخليكم عارفين يا جماعه، انا رحت النهارده توقف شغلي، تمام؟ وناس كتيره اقسم بالله حلمها انها تجيبني ومش عارفه، خوفا على لقمه عيشها ومكانهم. طبعا انا لا يمكن اكلم حد من دول لان هم غصب عنهم، تمام؟ فيا ريت يا جماعه اللي متابع اللايف يعرف الكلام اللي قلته كويس. اقسم بالله ما شفت ظلم في العالم كده، ولا شفت انا بتكلم باحترام اكتر يعني، دي طبيعتي، دي شخصيتي، انا عمري في حياتي لا عليت صوت على حد ولا اتكلمت مع حد بقله ادب، بس يعني معلش انا لما اروح كل مكان توقف حال، انا اتاجل لي ولا بتاع 50 حفله ولا افراح وشغل ودنيا. طب انت تعلم الشخص اللي قدامك ده بينام عامل ازاي؟ انت تعلم الشخص ده في بيته اكل ولا ما فيهوش؟ انت تعلم الشخص ده اللي قدام منك ده هل معاه انه مثلا ينزل يروح يا عم يحلق؟ بلاش اكتر من كده، تمام؟ انت ما تعلمش حاجه في الدنيا، ولا انت تعلم انت عايش حياتك تمام جدا، انت عايش مبسوط، اهم حاجه توقف في الناس. اللي مش هيعمل ورق هوقفه. طب خلاص حكايه الورق ليك يعني، احنا لينا عليك ان انت تدينا تصريح من النقابه شهر، اتفضل يا استاذ كده شهر اهو معاك، الشهر ده ما خلصتش ورقك يبقى انت بقى غلطان، وانا بص اوطي كده دماغي اقول لك فعلا انا غلطان، لا انت عندك حق، انا فعلا كان لازم اتعاقب، بس انت لما اقول لك اديني شهر، بعد اذنك شهر بس اشتغل فيه، اخلص ورقي وابقى في نفس الوقت معايا مصاريف اقدر اروح هنا، لكن انت مفيش اي رحمه بالعالم، تمام؟
فانا مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل. اقسم بالله انا ما هقول غير فوت امري لله وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحد يفكر يقطع لقمة عيش حد، وحسب الله ونعم الوكيل في كل من وقف حد نفسه عنده طموح. انا لسه واحد يعني لسه شاب اساسا ما تمش السن القانوني بتاعه، تمام، وبيحصل فيه كده. امال لو قدام شويه انا بقى عافرت مع الدنيا هيحصل فيها ايه؟ يعني من صغري كده وبتزاول من طوب الارض. فربنا معايا، انا مش هقول غير ربنا معايا. وانا عندي اداره، محمد الجنايني ده اخويا، ربنا يا رب يخليهولي. الشخص ده قال لي في يوم من الايام يا صاحبي لو بص لو وقفوك عن ان انت ما تطلعش تغني في مسرح انا في ظهرك، تمام. ربنا يخلي لي كل الناس اللي جنبي والفرقه اللي معايا في العيش والوحش والمر هم معايا. ربنا يا رب يخلي الناس دي. ومش هقول غير كلمه واحده بس، انا فوت امري لله. انا فوت امري لله وربنا هيجيب لي حقي، وانا مش وانا والله العظيم عارف ان انا هنتصر وان انا مش انسان وحش وربنا هيجيب حق الناس والله بجد المظلوم. حسب الله ونعم الوكيل، دي اقل كلمه اقولها واقوى كلمه لربنا انه يرد حق الانسان. بس علشان بجد غلط اللي بيحصل، اقسم بالله غلط اللي بيحصل، واكبر غلط اللي بيحصل ان الناس ما تتكلمش. يعني دار الشؤون، تمام، ده ملوش دخل بالنقابه. يعني مش فاهم، ما فيش حد ليه يكلم يحل، ما فيش حد ليه يتكلم يحل. ولا انا مثلا مزقوق عليا مثلا ناس من بره مزقوق عليا انها تدفع للنقابه عشان يوقفوني، وانا مش عارف. انا بص حتى عمال اقول اي كلام عشان مش عارف في ايه، وانا عايز اعرف اشمعنى انا، تمام. حاطين على عنب على فكره، انا وعنبه متداسين علينا، تمام. بس برضه بسبب اللي عملوه معاه طلع قال لك انا هعتزل، وقفلوا شخصيته وقفلوا الراجل من حياته. وشاب برضه ناجح ومكسر مصر، ده بقى مكسر مصر، تمام، وبرضه وقفوه عن حلمه وعن شغله وعن دنيته، تمام. طب كل ده عشان خاطر ورق؟ حضرتك ما تنساش اللي انا ابويا متوفي، يعني انت ما تنساش اللي انا ابويا متوفي. يعني انا عندي امي دي ست كبيره ما بتتحركش كتير، ربنا يا رب يديها الصحه، ما بتتحركش كتير. انا اللي بتحرك وهي الوصيه عليا. فما بيلاقي حيله، وانا ما بعمل كل حاجه بنفسي، وده شيء صعب طبعا علشان اقوم كل يوم الساعه 8 اروح اسم شكل، تمام. انا هقفل يا جماعه وخليكم فاهمين الكلام ده بالله عليكم. ويا رب يا رب ما في انسان يبات ولا ينام مظلوم، ويا ويلك بجد من نومة حد مكسور خاطره علشان خاطر لقمة عيشه دي بالدنيا كلها. بس الحمد لله وانا احسن من غيري كتير، وانا عارف ان في ناس اسوأ من حالاتي بكتير. بس كل واحد بجد عارف ان ده مصدر رزقه، وانا ما عنديش شغل تاني. انا دي موهبتي، دي اللي انا شغال بيها بس. السلام عليكم، تصبحوا على خير، ويا رب ما اكون طولت عليكم ولا نكدت عليكم. سلام.